السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. معاكم منى عبد العزيز. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن الكوارع. النهاردة هغير مفهومك عن الكوارع وعن شربتها وطعمها. الكوارع هتشوفيها النهاردة بأجمل طعم وأجمل ريحة. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل على الطريق. معايا هنا حبايب قلبي، معايا الرجلين اللي قدام. انا بجيب الرجلين اللي قدام بتكون قصيره وتخينه، امال الرجلين اللي ورا بتكون رفيعه وطويله. انا جايباها من عند الجزار طبعا، نظيفه ومتقطعه، بس طبعا لازم اعيد على تنظيفها من تاني. اول حاجه محلول النقع معايا زي ما انتوا عارفين، كل مره بقول لكم: ملح وسكر، دقيق ذره، معايا ليمون بعصره كويس قوي، وبحط القشر برضو معايا، وبنقع، وبرضو بحط ملح، بنقع بعمل الخليط دوت، وبحط فيهم الكوارع واسيبها منقوعه حركه ساعتين 3. بعد كده ببدأ اجيبها بقى بالسكينه وابدأ احكها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو ما بعد ما بحكها وبغسلها تحت ميه جاريه، برجع تاني انقعها مره تانية لحد ما بتبقى الكوارع معايا بالشكل ده. معايا ميه مغليه، وببدأ بقى احط فيها الكوارع لحد ما المية تغلي شوية معايا، بتبدأ معايا تعمل ريم زي ما انتوا شايفينه. في المرحلة دي بشيل الحلة، ادلقها في المصفى، ادلق الكوارع واغسلها كويس جدا، وببدأ بقى اعملها مرة تانية. معايا حلة ناشفة على البوتاجاز، معايا البوكيه جرنيه، معايا بصل وجزر وطماطم وورق لورا وحبهان وقرنفل ومستكة، ومعايا فلفل اسمر. معايا طبعا ميه مغليه على البوتاجاز، بحطها في حله الضغط طبعا عشان انا مستعجله. لو انتوا مش مستعجلين عادي جدا حطوها في حله، ادوها غلوه من بالليل، وتقدروا تطفوا عليها تصحوا الصبح مفيش، هتلاقوها مفيش، بتاخد معاكم مفيش ربع ساعه. لو كده ممكن تحطها من الصبح تغلي شويه وتوطوا عليها وسيبوها بقى براحتها ساعتين 3 براحتها. انا حطيتها في حله الضغط عشان انا كنت مستعجله. حطيت البوكيه جرنيه معاكم زي ما انتوا شفتوا. الميه هتغلي عليهم، هبدا اقفل حله الضغط عليها كويس جدا واسيبها تستوي بقى براحتها. ما بتاخدش معايا في حلة الضغط مفيش نص ساعة. يلا بقى نجهز الصلصة بتاعتها. معايا هنا معلقة سمنة كبيرة، شوية زيت، وبنزل عليهم بالثوم. الثوم ده معايا متفرز. هبدأ بقى بعد كده انزل على الثوم بشوية كزبرة ناشفة، ومعلقة كمون، وشوية خل. هقلبهم، وبعد كده بكون مجهزة الصلصة دي عندي جاهزة في البيت. انزل بشوية من الصلصة وعصير طماطم. انا عندي الصلصه حتى عليها سكر، مفيش انت حطي عليها سكر. بعد كده نزلت هنا بقى بشويه بهارات وفلفل اسمر وكمون، واقلب الخليط ده مع بعض واسيب الصلصه تتسبك مع بعضها. بصوا الشوربه معايا بقت عامله ازاي. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه وطعمها يجنن ما شاء الله. وزي ما انتوا شايفين لون الشوربه معايا كده، والكوارع مستويه معايا. طبعا حسيت ان هي محتاجه بقى تستوي شويه، حطيت لها شويه ملح، ورجعت غطيت عليها تاني ربع ساعه. بصوا لون الشوربه معايا، عايزه اقول لكم طعمها ولونها تحفه. طبعا اهم حاجه اغسل الكوارع كويس جدا. خلاص الكوارع استوت معايا، شيلتها معايا، وببدا زي ما انتوا شايفين بتسيب لوحدها من على العظمه كده، تعرفوا كده ان هي استوت كويس قوي. بجيب القطاعه معايا، وببدا بقى اقطع الكوارع زي ما انتوا شايفين. انا بقطعها صغيره جدا على قد المعلقه، يا دوب اشيلها بالمعلقه كده. ما بحبهاش بصراحه في العظم، وما بحبش امسكها كده، يا دوب تتشال على المعلقه كده وخلاص، بيبقى شكلها افضل، وكمان الولاد بيحبوها كده. خلاص انا قطعت الكوارع زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ احطها في الطاجن، وبنزل عليها بالصلصة اللي انا عاملاها دي. بعد ما عملت الصلصة دي نزلت عليها شوية بالشطة المتقطعة كده، قطعت شطة وفلفل. لو مش حابين شطة مفيش مشكلة. بصوا البهاريز اللي جوه العظم دي بحاول انزلها برضو في قلب الطاجن. ده طاجن تاني بنزل عليهم برضو بالصلصة. وزي ما قلت لكم الصلصة دي فيها شطة حراقة وشوية من الشوربة اللي معايا، وبنزلها برضو، وبعمل طرنشات طماطم بحطها على الوش كمان. بقلبها وادوق الحدق بتاعها. جربوا الطاجن ده هيعجبكم جدا وهيبقى ادمان، بصراحة هيغير مفهومكم عن الكوارع خالص. حطيتها في الفرن درجة حرارة 200، وشغلت معاها الشواية، وعملت جنبها رز بالمستكة. طبعا انا عملته معاكم قبل كده الرز بالمستكة، الرز الابيض، وسقيت الرز بشوربة الكوارع كمان.
قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير، وجربوا بقى الكوارع بالطريقة دي، بصراحة ادمان. كل اللي كلها شكر فيها جدا جدا وعجبته جدا. يلا بقى لو عجبتكم الوصفة لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.